يا تاريخ، اشهد يا تاريخ، دون يا. أعلن محمد وهبي مدرب منتخب المغرب التشكيلة الرسمية لمباراة اسكتلندا، وهي كالتالي: حراسة المرمى ياسين بونو، خط الدفاع نسير مزراوي، عيسى ديوب، شادي رياض، أشرف حكيمي، خط الوسط نائل العيناوي، عز الدين أوناحي، أيوب بوعدي، خط الهجوم بلال الخنوس، إسماعيل سيباري، إبراهيم دياز. موعدنا مع مواجهة قوية جدا في كأس العالم 2026 عندما يلتقي منتخب المغرب مع منتخب اسكتلندا يوم السبت الساعة 1 صباحا بتوقيت مصر، في مباراة قد تكون حاسمة في صراع التأهل على المجموعة الثالثة. يدخل المنتخب المغربي اللقاء وفي رصيده نقطة واحدة بعد الأداء الرائع أمام منتخب البرازيل، حيث نجح أسود الأطلس في فرض التعادل بهدف مقابل هدف على أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة. هذا التعادل لم يكن مجرد نقطة، بل كان رسالة واضحة للعالم بأن المغرب جاء إلى كأس العالم من أجل المنافسة الحقيقية وليس فقط من أجل تقديم أداء مشرف. أما منتخب اسكتلندا فيتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز الصعب على منتخب هيتي بهدف دون رد سجله جون ماكي، ليحقق بداية مثالية ويضع نفسه في صدارة الترتيب قبل المواجهة المرتقبة. المباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، ففوز المغرب سيقربه كثيرا من التأهل إلى الدور التالي، بينما يسعى المنتخب الاسكتلندي للحفاظ على الصدارة وحسم بطاقة العبور مبكرا. وتشير التصريحات القادمة إلى احترام كبير للمنتخب المغربي بعد المستوى المميز الذي قدمه أمام البرازيل، فهل يواصل الأسود الأطلس عروضهم القوية ويحققون أول انتصار في البطولة، أم تنجح اسكتلندا في تأكيد صدارتها للمجموعة؟ المباراة هتنقل على قنوات بي إن سبورتس ماكس وبي إن سبورتس ماكس 2. اكتبوا في التعليقات توقعاتكم نتيجة المباراة ومن الفريق الأقرب للفوز. تعمل لايك وتشترك في القناة كل أخبار منتخب مصر